عمرك سألت نفسك الموبايل اللي في إيدك ده بيشتغل إزاي؟ إيه اللي بيخلي الشاشة تنور، يلغط الشبكة ويشغل لك فيديو في ثانية؟ أنا مصطفى من قناة تعلم بترفيه، والقناة دي معمولة مخصوص علشان نجاوب على أسئلة زي دي ونخلي العلم سهل وخفيف. يلا بينا. بص يا سيدي، الموبايل شبه جسم الإنسان، عنده مخ اللي هو المعالج CPU GPU، وده اللي بيفكر ويحسب كل حاجة. وعنده قلب اللي هو البطارية، ودي اللي بتدي طاقة وتشغل الجهاز كله. وزي ما جسمك عنده حواس، الموبايل برضو كده. الكاميرا هي العين، الميكروفون هو الأذن، السماعة هي الفم، والشاشة دي وشه اللي بيعرض لك كل حاجة. ولازم يتواصل مع العالم، وده دور الشريحة سم اللي بتوصله بأبراج الشبكة، ومعاها الواي فاي والبلوتوث اللي بيخلوه يربط مع أجهزة تانية. كمان عنده نوعين من الذاكرة: الرام RAM، زي ذاكرتك القصيرة، تفتكر حاجة بسرعة وتنسى بعدها. أما التخزين روم، فهي ذكرياتك اللي بتفضل موجودة، صورك، فيديوهاتك، تطبيقاتك. يعني باختصار، الموبايل مش مجرد جهاز، ده كأنه كائن حي، عنده مخ، قلب، حواس وذاكرة. ودلوقتي عرفت ازاي الموبايل بيشتغل من جوه. لو عايزنا نشرح جزء معين بالتفصيل، سيب لنا تعليق. لو بتشوفنا على يوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس. ولو بتشوفنا على فيسبوك أو تيك توك أو إنستجرام اعمل لنا متابعة علشان يوصلك كل جديد ممتع ومفيد من قناة تعلم بالترفيه.